معانا النهارده خبر عاجل وحصري. فيليبي تراوري، الاسم ده ركزوا معاه علشان الاسم دوت الاهلي داخل بيه، داخل فيه بقوه جامد جدا جدا. اللاعب بيلعب في مازيمبي. طبعا اللاعب ده اتكلمنا عليه في فيديوهات قبل كده، وطبعا اتعرض تاني على لجنه التخطيط للنادي الاهلي، والاهلي عرض اللاعب على مارسيل كولر، وطبعا مارسيل كولر ادى الموافقه للاعب فيليبي تراوري. خليكم فاكرين الاسم علشان الاسم دوت هو اللي هيكون مهاجم نادي الاهلي في الفترات اللي جايه. طبعا مش هيلحق يجيبوه في الصيف ده عشان خلاص القيد قفل، هيجيبوه في يناير اللي جاي علشان بقى الاهلي هيدعم بقوه جامده جدا 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 في يناير اللي جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. النهارده بقى معانا اخبار، يعني حلقه مميزه جدا جدا، ومعانا صفقه الاهلي دخل فيها بشكل جامد وبشكل رسمي. هنقول لكم اسم الصفقه، بس خليك معايا لحد اخر الفيديو علشان الفيديو ده هيفيدك جدا جدا كاهلاوي. وطبعا ما تنسوش كمان تذكروا الله وتصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ولو لسه ما ضغطتش على اللايك اضغط يا صاحبي على اللايك، واعمل شير للفيديو دوت، وكمان شير لاصحابك ولكل حبايبك الفيديو علشان يعرفوا اخبار نادي الاهلي، وكمان يعرفوا كل كواليس نادي الاهلي الفترات اللي جايه. طبعا في كاس اللي جاي بتاع الانتر، طبعا قدام نادي العين. طبعا معانا بقى خبر تاني يخص كهربا صرح ان هو ما عندهوش او يعني هيطلع يقول طبعا يعتذر بشكل رسمي او بشكل علني قدام الناس كلها. طبعا ليه اولا للكابتن كولر، ثانيا للكابتن محمد رمضان، وثالثا طبعا لكابتن محمود الخطيب بقى للي غلط فيهم ومساعد كولر والكلام ده كله. فطبعا اللعيبه دعمت كهربا المباراه بتاعت السوبر المصري اللي احنا فوزنا عليها طبعا على نادي الزمالك. طبعا اللعيبه كلها طلعت تيشيرت كهربا ودعمت كهربا في المباراه، واللعيبه كلها حابه كهربا بصراحه. وحتى وسام لما اتكلم مع الكابتن ابراهيم فايق قال لك كهربا اللي بيعلمني العربي وهو اللي بيتكلم معايا على طول والكلام ده. كهربا هو بس زعلان على نفسه ان هو ما بيلعبش، ودي حقه برضه ان هو يلعب وياخد فرصه زيه زي اللعيبه، بقيه اللعيبه يعني بتاعه نادي الاهلي. معانا خبر تاني بقى، قالوا كابتن او الاعلامي محمد عراقي طبعا عبر قناه اون سبورت. طبعا قال هو يخص علي معلول. اللي انا هقوله دوت علشان خاطر ان صفقه مثلا زي فيليبي تراوري اللي احنا بنتكلم عليه ده، بدل ما نمشي حد من الاجانب اللي عندنا، في حل الراجل قال عليه هنقوله برضو ليكم، وكمان اللي معترض عليه يكتب في تعليق، واللي موافق عليه يكتب برضو وشاركنا برأيه في التعليقات. محمد العراقي قال ايه بقى؟ علشان علي معلول يبقى معاه الجنسية المصرية في 3 شروط لازم يعملهم. تعال نعرف اول شرط. اول شرط قال انه يكون حقق انجازات كبيره مع النادي الاهلي. وطبعا اللاعب حقق في افريقيا، وحقق في الدوري، وحقق مع في كاس العالم مع الاهلي. فده اول شرط، يعني المفروض ان هو عداه. يعني اول شرط ده المفروض ان يعداه. تعال نشوف بقى تاني شرط لعلي معلول. تاني شرط قال يكون قعد اكتر من 5 سنين داخل مصر. وعلي معلول قاعد بقاله 8 سنين في مصر هنا مع نادي الاهلي. فطبعا الشرط دوت الشرط التاني برضو علي معلول عداه. يعني انت عندك الشرط الاول والشرط التاني. تعال نخش بقى على الشرط التالت والشرط الاهم. يعني ركز معايا بقى في الحتة ديت علشان ده الشرط الاهم في ان يبقى علي معلول مصري، يبقى زيه زي اللعيبه المصريه، ولا يفضل اجنبي زي ما هو. الشرط الثالث بقى بيقول ايه؟ الشرط الثالث بيقول ان
اللاعب يعمل وديعة بقيمة 500,000 دولار وهيستردهم بعد 3 سنين. يعني علي معلول هيدفع 500,000 دولار وبعد 3 سنين المبلغ ده هيترد له. البند ده كويس. تعالى بقى البند التاني، بيقول لك ايه بقى؟ ويعمل ايداع لمبلغ 250,000 دولار، وده غير مسترد. يعني مش هيرد، مش هيلاقي، يعني علي معلول مش هياخدهم تاني ال 250,000 دولار. تعالى بقى نخش يعني توتال كده، عشان علي معلول يبقى مصري يخش له في 40 مليون جنيه. 40 مليون جنيه. وتعالى بقى اقول لك يعني هنا بقى الاختلاف ان على يعني مين هيتحمل المبلغ ده، الاهلي ولا علي معلول؟ فطبعا الاهلي مش هيقدر يسدد المبلغ ده كله. يعني الاهلي هيتكلم بالعربي كده، هيقول لك بدل ما ادفع 40 مليون، طب ما انا ممكن اجيب لاعب مثلا ب 60 مليون، احط 20 مليون كمان واجيب لاعب واخلي علي معلول، او اطلعه بقى اعاره، او اطلعه من القايمه دلوقتي وادخل مكانه لاعب لحد ما يرجع من الاصابه والكلام ده كله. الاهلي بيفكر بكده، وطبعا المبلغ كبير جدا على علي معلول ان هو يدفعه. طب يعني المشكله بقى ان مين هيتحمل؟ يعني ولا الاهلي هيقدر يتحمل ولا علي معلول هيقدر يتحمل. ده خلاصه الكلام كله بتاع الكابتن محمد او الاعلامي محمد العراقي بخصوص يعني علي معلول. فيليبي تراوري، انا قلت لكم خليكم فاكرين الاسم ده. اللاعب انا اتفرجت له عليه، اتفرجت على فيديوهات ليه. يعني اللاعب جامد جدا، كويس، صغير في السن، هيفيد نادي الاهلي، طبعا هيفيد نادي الاهلي. بتمنى ان الاهلي يخش فيه بجديه اكتر من كده.